صفقة راس جميلة. ركز معايا قوي في الكلام ده عشان الكلام اللي جاي مهم جدا وهيفرق معاك جامد. شفنا طبعا كلنا صفقة راس الحكمة لما الامارات دخلت وخدت راس الحكمة. نفس الكلام اللي حصل في راس الحكمة هيحصل في راس جميلة، بس المرة دي مش هيكون مع الامارات، هيكون مع السعودية. طيب انا الصفقة دي لما هتحصل ايه اللي هيتم؟ كل اللاين بتاع راس سدر وشرم الشيخ هيبقى في حتة تانية خالص، زي ما حصل بالظبط في راس حكمة والساحل الشمالي. اول ما الصفقة اتعملت الاسعار كلها بقت في حتة تانية خالص. طيب انا دلوقتي عندي فرصة ان انا الصفقة ما اعلنوش عنها لسه، فاقدر ان انا اخد واقتنص حاجات او وحدات في راس سدر باسعار كويسة قوي قوي. بعد كده مش هقدر ان انا احط رجلي في راس صدر او في اللاين ده بعد الاعلان عن الصفقه، لان هي هتبقى بارقام فلكيه. فلو انت بتفكر او كنت بتفكر، ده الوقت اللي انت تاخد فيه القرار. لو انت عندك يونت اوعى تبيعها، لو عندك قابليه ان انت تزود اكتر من يونت تاني اعمل ده، لان فيها مكسب خرافي.